السلام عليكم ورحمة الله. الاسم ديالي نوال، من المدينة ديال طنجة، عروسة الشمال. في العمر ديالي 28 سنة، حاصلة على الإجازة، وحاليا خدامة إطار في واحد البنكة. المهم جيت باش نحكي لكم القصة ديالي. هذه 9 سنين تقريبا، يعني فاش كانت عندي 19 عام قررت باش نحكي لكم هذه القصة هذه وهذه الواقعة اللي وقعت لي مع ولد الجيران، باش ننبه لمثل هذه الأشياء اللي ممكن توقع، واللي صراحة كتأثر بزاف على البنات وحتى على الدراري في المستقبل. لأن سن المراهقة أخوتي هو واحد السن اللي خطير بزاف، ويقدر يوقعوا فيه أشياء كتأثر على الشخص مدى الحياة. داكشي علاش قررت أنني نعاود لكم القصة ديالي اللي غادي تجيكم غريبة، ولكن أنا جيت نعاودها لكم من باب الاستفادة والإفادة، وكذلك من باب أنني نتشاور معكم وتعطيوني الآراء ديالكم في هذا الشيء اللي وقع ليا. المهم الحمد لله، كيف قلت لكم راني دابا حاليا خدامة إطار في واحد البنكة، صالير مزيان الحمد لله، الخدمة مرتاحة فيها مزيان، ما خصني والو. الأب والأم ديالي باقيين على قيد الحياة، الله يخليهم ليا. الأب ديالي في عمره 55 عام، والأم ديالي في عمرها 54 عام. المهم فاش تزوج الوالد والوالدة، بحكم العمل ديال الوالد كان كيتنقل بزاف، كان كيتنقل من منطقة لمنطقة، كتلقاه يعني كيدور المغرب كاملو، وما خلى حتى شي قنت ما مشى ليه. الحمد لله خدمت تقريبا واحد 29 سنة في هذاك العمل اللي كان فيه. من بعد غادي يجيه التقاعد. من وراء التقاعد ديالو قرر انه غادي نسكنو في المدينة ديال طنجة. كيف قلت لكم بحكم العمل ديالو ما كانش كيستقر، والاستقرار اساسي باش الواحد يدير الدار ويدير المسائل ديالو. الوالد ديالي ما كانش مستقر، فديما كنا عايشين غير في الكرا، ما خلينا فين كرينا، كاع المدن كرينا فيهم، كاع الفيلاجات اللي نتنقل ليهم كرينا فيهم، عشنا غير في الكرا طول حياتنا. وهكذا عشت مع الوالد والوالدة في هذه الظروف هذه. انا البنت الوحيدة اللي عندهم، يعني تزاديت وكبرت معاهم وعشت معاهم في ظل هذه الظروف ديال التنقل والانتقال من بلاصة لبلاصة، وما خليت حتى بلاصة ما قريت فيها، يعني كاع المدن تقريبا غنكون قريت شي عام فيهم. المهم بعد ما تقاعد الوالد كيف قلت لكم، فكر انه ضروري خاصنا نستقروا ونشوفوا شي برطمان ديال السكن الاقتصادي نسكنوا فيها ونستقروا. وقرر على اساس انه غادي نسكنوا في المدينه ديال طنجة. المهم مشى الوالد كيقلب تما كيقلب، حتى طاح على واحد البورتمان في هذاك السكن الاقتصادي في واحد العماره في واحد الحي الشعبي. الحمد لله قال غادي نستقر بوليداتي وصافي. منين يعني شد التقاعد ديالو، يعني غادي يولي مرتاح وغادي نرتاحوا حتى حنا معاه. وهاد العماره اللي سكننا فيها كانت مازال خاويه هذيك الساعه. كنا حنا ساكنين في طروازيام شادين بورتما، وكانت تحت منا واحد السيده هي وراجلها وولدهم ساكنين في الدوزيام. وهاد الناس هادو كانوا كيجيو من الخارج، يعني كيدوزوا غير ديك 4 شهور ولا 3 شهور هنايا في المغرب وكيرجعوا عاوتاني. وكان في الريد شوسي واحد الراجل هو مرته ومعاهم بنتهم حتى هما. المهم كنا حنا 3 ديال الجيران اللي ساكنين في العماره كلها، يعني حنا كنا من الاوائل اللي شرينا تما. المهم اخوتي ما كنتلاقاوش لا في الدروج لا في الزنقه الا في بعض الاحيان وغير بالصدفه، وإلا تلاقينا كنتلاقاو غير بالسلام السلام صافي، وكل واحد كيمشي بحاله. هي هذيك اخوتي فاش كنتلاقى مع هاد الدري هذا اللي قلت لكم، هاد ولد الجيران اللي ساكن في تحت منا. هاد الدري هذا واحد الدري زهر وطويل، وديما فاش كان كيتلاقى معايا تيقول لي السلام وتنقول ليه وعليكم السلام. انا ما كنتش عارفاه بلي كيجي من برا، ولكن من بعد غادي نكتشف بانه راه تيجي من برا، وبانه ساكن مع الاب والام ديالو في المانيا مده هادي، وكيجيو غير في الصيف كيدوزوا الصيف ديالهم وكيمشيو عاوتاني. هي هذيك اخوتي ما كانش بينو وبينو حتى شي علاقه ولا شي يعني شي هضره، من غير السلام اللي كنتلاقى معاه في الدروج مره فاش كنقولوها. هي هذيك اخوتي هاد السيد هاد الدري هذا غادي يكون تقريبا في التقاده ديالي هذيك الساعه، يعني غيكون عنده ديك 19 عام. وديما فاش كان كيدوز في الدروج كيقول لي السلام، تيقول لي السلام بحال هكا، تيلوح لي ديك السلام وتيمشي. وانا ما كنتش عارفه بلي السيد غير تيوجد ليا
باش انه يبدا يربط معايا علاقه ويبدا يهضر معايا ديما. هي هذيك من ورا ما كيقول لي السلام ديما ديما السلام ديما السلام، حتى واحد النهار وقفني في الدروج قال لي واش ممكن نسولك؟ قلت ليه مرحبا. قال لي بغيت نسولك على واحد البلاصه هنايا في طنجه. قال لي مع انا راني جاي من برا وما عارفش بزاف المنطقه كيفاش دايره. قلت ليه اش من المنطقه؟ هو يسولني. قلت ليه هذيك المنطقه راه جات هنا وهنا، وعطيته اللوكاليزاسيون ديالها. فاش جبت التليفون عطيته اللوكاليزاسيون قال لي واش ممكن صيفط لي اللوكاليزاسيون في الواتساب؟ قال لي صيفط لي هذيك اللوكاليزاسيون في الواتساب باش تبقى عندي في التليفون. قال لي حيتاش انا ما عنديش دابا الكونيكسيون وهذا وهذا، وبدا كيخربق عليا. شديت انا هذيك اللوكاليزاسيون سكرينيتها وصيفطها ليه وبارطاجيت معاه حتى اللوكاليزاسيون من جوجل ماب. هي هذيك شد هو هذيك اللوكاليزاسيون وسجلها عنده، ولكن الغرض ديالو كان هو غير النمره، كان باغي ياخذ النمره باش تسجل عنده في التليفون. مشيت انا في حالي ومشى هو في حاله. من بعد غادي تدوز واحد المده غنتفاجئ بواحد الميساج وصلني في الواتساب: السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معايا؟ معاك ولد الجيران. قلت لي شنو حب الخاطر؟ قال لي بغيت نهضر معاك. قلت ليه مرحبا، شنو حب الخاطر؟ قال لي راك عجبتيني وهذا وهذا وبغيت ندوي معاك وبغيت نتكلم معاك، الا كان ممكن نبقاو نهضروا. قلت ليه انا ما كاينفاش نهضر معاك. قلت ليه ما بيني وبينك حتى شي حاجه. قال لي غير ديري النيه. قال لي راني انا جيت من المانيا وهذا وهذا وإلا سهل الله، وبدا كياكل ليا في عقلي. وراكم عارفين داكشي ديال الصور. المهم اخوتي قال لي الا كان ممكن نبداو نهضروا انا وياك هنايا في الواتساب ونبداو نجلسوا شويه وهذا وهذا. قلت لي ما يمكنش. قلت لي راه الا شافني بابا كنهضر معاك ولا شي حاجه ولا لقى هاد الكونفرساسيون راه غادي يتخاصم معايا. قال لي عندي الحل. قلت لي شنو هو الحل؟ قال لي الحل هو اننا نبداو نهضروا في السطح. قال لي انت دابا كطلعي للسطح كتنشري الحوايج وانا مره كندوز للسطح حتى انا. قال لي علاش لا ما نتلاقاوش تما في السطح ونبداو نهضروا؟ انا الصراحه الفكره ما قبلتهاش في الاول. قلت ليه لا. قلت ليه الجيران يقدر شي واحد يطلع يشوفنا تما كنهضروا. قلت ليه اصلا ما كاينش فاش نهضر معاك. قال لي المهم انا راه بغيت نهضر معاك، ضروري خصني نهضر معاك، ضروري خصني نجلس معاك. قال لي راه عجبتيني وراني بغيت نهضر مع والديا من بعد على اساس انني غادي نخطبك ونديك معايا لالمانيا. انا فاش سمعت المانيا وسمعت الهضره وهذا وهذا قلت ربما هذا السيد هذا فعلا تزعط فيا وفعلا باغيني. وشكون كره يمشي لالمانيا؟ انا صراحه ما كرهتش نمشي لالمانيا هذيك الساعه. قلت لي عرفتي اش دير؟ قلت لي واخا. قلت لي اعطيني واحد المهله نفكر ونجاوبك. المراه هذاك الشيء صيفط ليه في الواتساب. قلت ليه واخا. قلت لي شوف وقت ما طلعت للسطح راني غادي نصيفط لك في الواتساب وطلعت تبعني للسطح. انا غادي نبقى ننشر الحوايج كل سيمانه، نبقاو نشوفوا مره في السيمانه. هي هذيك درت انا وياه هذا القالب هذا باش نبقاو نشوفوا. المهم اخوتي وقت ما نشرت الحوايج كنقول للوالده انا غادي نمشي ننشر لك الحوايج. الوالده مسكينه كتقول لي انا راضيه عليك. كنهز انا هذوك الحوايج وكنطلع للسطح. فاش كنطلع للسطح كنصيفط ليه ميساج ولا كنصوني عليه كنقول ليه تبعني. وهذا الشيء بطبيعه الحال فاش كيجيو في الصيف ماشي ديما. المهم كنطلع للسطح كنصيفط ليه ميساج كيتبعني للسطح. كنبقاو كنهضروا تما كنهضروا في نفس الوقت انا كنشر الحوايج. قال لي راني تزعطت فيك وراني بغيتك وهذا وهذا وراني كنقرا في المانيا وقريب نكمل القرايه ديالي وبغيت ان شاء الله نتزوج بمغربيه وانت عجبتيني وهذا وهذا وبنت الجيران ما نلقى بحالها وكتباني ظريفه. المهم كلا ليا مخي. فاش كلا ليا مخي بدا كيحاول انه يتقرب مني، والصراحه حتى انا تزعطت فيه. علاش تزعطت فيه؟ اولا لان السيد زوين الصراحه وزهر، كان بحال دوك الالمانيين لانه زايد تما. ثانيا اخوتي لان هذا السيد هذا وهذا الدري هذا تقاد ديالي وفي نفس العمر ديالي، قلت انا ربما غيكون في العقليه ديالي. ثالثا حيت السيد ساكن في المانيا يعني راه الا تزوج بيا راه غادي يكون المستقبل ديالي مزيان، غيديني معاه لالمانيا غندير حتى انا الوراق. هادشي اللي قلت في راسي. قلت حتى انا خصني نتقرب منه. صافي وليت كنصيفط ليه الرسائل الغراميه، تيصيفط لي الرسائل الغراميه، كنصيفط ليه التصاور ديالي كيصيفط لي التصاور حتى هو هذا وهذا. والحب وراكم عارفين داكشي ديال المراهقه غادي تطور، هادشي غادي تطور مع الوقت. في هذيك العطله اللي جاو غادي تطور، غيولي علاقه حب، غتجمعني معاه علاقه حب. صافي وليت وقت ما بغيت نشر الحوايج كنطلع السطح كنعيط ليه، وليت كنشر الحوايج شي 3 المرات ولا 4 المرات كل سيمانه غير باش نشوفوه يشوفني.
الوالده ما لاحظت والو. الوالد حتى هو كيخرج بزاف للقهوه ما شاف والو، وانا وياه عايشين الحب والغرام، وحتى حد ما سايق الدنيا اخبار. وحتى الموبل اللي ساكنين فيه كيف قلت لكم خاوي، يلا في ثلاثه الجيران وكاع ما تنشاو ما تيشوفونا ما تنشوفوهم. هي هذيك كيف قلت لكم وليت كنتلاقى معاه شحال مره في السطح، وكيشوفني وكنشوفو وكنتقرب منه وكيتقرب مني حتى ولينا بحال الكوبل. اراكم اخوتي هذاك السطح فيه واحد البيت، هذا البيت هذا كان مسدود، واحد البيت بحال البراكه. هذا البيت هذا كان مسدود، حنا ما عندناش السوارد ديال هذاك البيت، والبيت ما كانش مفرش. هو يقترح عليا، قال لي علاش ما نشوفوا هذا البيت هذا، نقلبوا على السوارد ديالو نشوفوا الا كاين سانديك ولا شي واحد يعطينا السوارد ديالو. قال لي غنشوف شي واحد ونكريه يعطيني الساروت على اساس انني انا غنشدو باش نبقى نحفظ فيه ونراجع فيه، ولكن غنديروا هذاك البيت باش نبقاو نجلسوا انا وياك ونعيشوا اللحظه. انا في الاول قلت ليه لا، قلت ليه كيفاش، قلت ليه غندخلوا لواحد البيت وانا وياك بوحدنا الراس في الراس ممكن توقع شي حاجه. قال لي ما كاين ما يوقع، قال لي انت غير تبعيني وانا غادي ندير كل شيء. قال لي راه الا بقينا هنايا واقفين هنايا في السطح وراه غادي يطلع شي مراه ولا شي واحد ويشوفنا ونسقوا في الفضيحه. المهم عاوتاني كلا ليا عقلي، مشى السيد معطفين دبر في الساروت ديال هذاك البيت وهو يحلو. صافي ولينا تما كنتلاقى، ولينا كنجلسوا تما، ولا كيجيب ليا الورود ولا كيجيب ليا اي حاجه كناكلوها تما، العصير المهم، والله مهلي فيا. وقت ما جاب شي حاجه كيطلع على السطح وكنجلس انا وياه تما. المهم اخوتي عشنا داك الحب والغرام حتى لواحد النهار، واحد النهار غادي توقع الكارثه، وهنا فين غادي تغير الحياه ديالي. شنو اللي وقع؟ اللي وقع هو انه كنا جالسين في هذاك السطح في ذاك البيت، جاب السيد واحد العصير. هذاك العصير ما عاد خلطو بشي حاجه، شي حاجه ما هياش. شربت انا وشرب هو، فشربنا بجوج هذاك العصير، بدينا غير كنضحكو يعني بحالنا العقل ديالنا تخلط شويه. فاش تخلط لينا العقل انا وياه بدا كيتقرب مني وكيتلمس وكيتقرب، وانا كنحاول انني نتقرب حتى انا منه، حتى صدقنا طحنا في داك الشيء. طحت انا وياه في داك الشيء، درنا داك الشيء اللي درنا ربع ساعه ثلث ساعه درنا هذاك الشيء وما عقلناش على راسنا. صافي السيد خرج ليا انا الدم. السيد شاف هذاك الدم وهو ينوض، قال لي شنو درت؟ قلت ليه شنو درتي؟ قال لي صافي راكي وليتي مرا، ما بقيتيش عزبه. قال لي بنت 19 عام وليتي مرا دابا. قلت ليه المصيبه شنو درتي؟ قال لي ما تخافي والو، قال لي راني غادي نصلح الغلط ديالي وغادي نتزوج بك، ولكن سكتي وستري هاد الشيء يبقى بيني وبينك. في الصيف الجاي راني غادي نجي وغنجيب والديا. انا الصراحه ما تيقتوش، حيتاش اشنو غادي دير المانيا وغادي يجيبو باش يتزوج بيا. قال لي وديري فيا الثقه، قال لي راه غيبقى بيناتنا الواتساب، راه شهر 10 غادي نطلعوا لالمانيا وغادي نهضر مع والديا باش انني نخطبك ونصلح الغلط ديالي. قلت لي انا الا ما صلحتيش الغلط ديالك راه هادشي اللي درتي راه ما عمري مازال غنتزوج. قلت لي راك عارف الرجال تيصروا يكونوا مصرين على هذه القضيه ديال البكاره. قلت لي وانت دابا راك دوزتيني وليت مرا. قلت لي هو دابا باقي صغيره والوالد ديالي الا ساق الخبار راه هو غادي يقتلني حيتاش كان مربيني وهذا وفي الاخر ضحك عليا ودير فيا هادشي. المهم بقى معايا حتى صافي تسلمني وهو يمشي لالمانيا. فاش مشى لالمانيا واحد يومين صيفط ليه، قلت ليه السلام كي داير لاباس عليك بخير. كيهضر معايا واحد الهضره ماشي حتى ليه، وبحال مبدل الكلام ديالو. ما بقاش هذاك الانسان اللي باغي يهضر معايا وباغي يجمع معايا وكيصيفط ليا القلوبه وكيصيفط ليا هذا، ولا كيحاول انه يبعد مني. تيقول لي انا ما مساليش وانا هكا وانا هكا، وكل مره شنو تيقول لي داز السيمانه الاولى باش مشى، داز السيمانه الثانيه، داز الشهر، بدا كينقص معايا الهضره حتى ولا بدل عليا الواتساب بدل عليا كلشي. من راه ما بدل عليا الواتساب وليت انا كنحاول انني نشوف الفيسبوك ديالو ونشوف شي حاجه باش انني نعرف علاش دار هادشي. ما لقيت حتى شي حاجه، وليت واحله في راسي اشنو غندير. اللي درته هو انني مشيت جلست مع ماما، قلت ليها بغيت نجلس معاك، راني في واحد الموقف خايب بزاف. قلت ليها ماما كتعرفي بان البنات راهم يقدروا يغلطوا. قلت ليها راني غلطت مع داك ولد الجيران اللي في المانيا،
قلت لها وراه واعدني بالزواج، ولكن هاد الاخر فاش مشى لالمانيا راه ما بقاش جاوبني، ما بقى قال لي حتى شي حاجه، راني خلاني هكا معلقه. الوالده فاش سمعت هادشي شداتني، نتفاتني واحد النتفه خايبه، ولكن مورا ما نتفاتني وبكيت حتى عييت، قالت لي شنو غنديرو دابا؟ قالت لي المصيبه الا ساق باك الخبر راه هو غادي يقتلك. قالت لي المهم غنحاول انني نتواصل معاهم باش نشوف شنو غادي نديرو باش يديروا الحل معاك. بدات الوالده كتقلب حتى لقات النمره ديال الاب والام ديال هذاك الدري، لقاتو عند هذاك السانديك. صيفطات ليه قالت لي السلام عليكم، قال لي وعليكم السلام، واش فلان هذا؟ هي فلان هذا، هذه جارتكم اللي في طنجه. قال لها شنو حب الخاطر؟ قالت ليه راه بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع كيخص بنتي وولدك. قال لي اش من موضوع كيخص بنتي وولدك؟ قالت ليه سول ولدك، راه ولدك عنده الخبار. وهي تقول ليه الحقيقه، قالت لي راه ولدك راه ضحك على بنتي وراه حنا ما فرسنا والو، راه هضر مع هذاك الشيء في السطح واللي وقع راه وقع. الاب ديال الولد فاش سمع هاد الهضره هادي نكر، قال لها اش من علاقه غادي تجمع ولدي ببنتك؟ قال لها ولدي راه هو عايش في المانيا ما عنده علاقه بها، وكيجي للمغرب غير في الصيف، يعني ما عنده حتى شي علاقه بها وما غاديش يكون دار هادشي. قال لها سيري شوفي بنتك شكون اللي تعدى عليها وشكون اللي يعني مارس عليها او لا ادى ليها الشرف ديالها. الام ديالي فاش سمعته وما بغاش يتجاوب معها، عرفاتو بانه غادي نكرها. ناضت الام ديالي كتفكر شنو غادي دير. قالت لي انا غادي نمشي نبلغ به، يعني غنمشي للبوليس وغنقول لهم بانه هدار، يعني راه تعدى لي على بنتي، وغنديك معايا وغندير لك سيرتيفيكا وغنديك معايا عند البوليس باش انهم يسجلوا هذا الشيء، ولكن الاب ديالك ما خصو يكون في خباره والو. قالت لي لا ساق الاب ديالك الخبر راه هو غادي يقتلني وغيقتلك. المهم مشيت انا والام ديالي درنا واحد الشكايه وجبنا واحد الشهاده طبيه على اساس انه راه وليت ما بقيتش عذراء وليت مرا، وقيدنا بالاسم ديال هذاك الجار بالعنوان ديالو. في العنوان ديالو كاين غير المغرب، يعني غيتوصل بالدعوه في المغرب. وللاسف فاش ساق الخبر وعرف باللي راني دعيتو وباللي راه الدعوه وصلت للبوليس، السيد ما بقاش جا للمغرب، يعني الى يومنا هذا ما بقاوش يدخلوا للمغرب. وبقيت انا تعرضت لهذه العمليه اللي كنعتبرها انه نصب عليا قبل ما يدي لي الشرف ديالي، حيت طمعني بانني غنمشي لالمانيا، وفي الاخر دا لي الشرف ديالي وقع اللي وقع. والى يومنا هذا اخوتي وانا كنعاني من هذه التبعات ديال هذا الشيء اللي درت في هذاك السن ديال المراهقه، والصراحه تزرفت وتصيدت في الشرف ديالي. وكاع الخطاب اللي كيجيوني كيخطبوا فيا كنرفض، والاب ديالي ما عارف لحد الان علاش انا كنرفض، ولكن انا كنرفض حيتاش ما بغيتش الفضيحه وما بغيتش يلقاني انني ماشي بنت. وللاسف ضيعت المستقبل الزوجي ديالي وضيعت مستقبلي في تكوين الاسره. واخا الحمد لله خدمت وهذا، ولكن مازال ما مرتاحاش، ومازال بغيت صراحه نقرب هذا الشيء اللي درت للوالد ديالي، ولكن خفتو لا يدير فيا شي حاجه. المهم اخوتي انا جيت نعاود لكم هذه القصه هذه غير باش تستافدوا وتاخذوا العبره. اللي عنده شي ولد ولا شي بنت مراهقين يحاول ما امكن انه يتابعهم، الله يسر لانه يقدر يوقعوا لهم بحال هذه الاشياء هادو. انا اللي وقع في سن المراهقه، وباقي لحد الان كيف قلت لكم كنعاني من التبعات ديال هذا الشيء اللي وقع ليا، وما كنفكرش انني نتزوج. وكيجيونا الخطاب وكيخطبوا فيا ولكن كنرفض. والاب ديالي كيف قلت لكم ما عارف والو من هذا الشيء اللي وقع ليا لحد الان، والمده ديال 9 سنين دابا تقريبا وانا كنعاني من هذا المشكل. واخا خدامه واخا مستقره ماديا، ولكن صراحه اثر عليا هذا الشيء بزاف، حيت اي بنت كتبغي تكون اسره وكتبغي دير وليداتها، ولكن انا هذا المشكل هذا اللي وقع ليا منعني انني نتزوج. بغيت غير نقول للشباب اللي كيضحكوا على الشابات تقوا الله فيهم وما تضحكوش عليهم، لان غيجيب الله شي نهار واحد غيضحك لك على اختك ولا يضحك لك على يعني شي وحده من عائلتك وما يعجبكش الحال. فللاسف هذا الشيء اللي وقع ليا، وهذا الشيء عاودت لكم باش تستافدوا منه. ولا عندكم شي فكره وعندكم شي حاجه ممكن تفيدون فيها فيدوني، الله يجازيكم بخير. واش نخبر الاب ديالي ولا ما نخبروش؟ واش نسكت ونخليها بيني وبين ماما وراسي، ولا اش ندير؟ وسمحوا لي يا اخوتي لا طولت عليكم في هذه الرساله هذه.